مشاهدينا ومستمعينا الكرام، يحقق رجال الأمن في مديرية يريم بمحافظة إب نجاحات أمنية هامة في الحفاظ على الأمن والاستقرار والسكينة العامة داخل المديرية وضبط القضايا المختلفة، ومن ضمنها ضبط قضية قتل مجهولة وكشف ملابساتها. نتابع معا. يمضي رجال الأمن في مديرية يريم بمحافظة إب قدما في تحقيق النجاحات الأمنية والحفاظ على الأمن والاستقرار والتصدي لمحاولات إقلاق السكينة العامة، حيث تمكنوا من ضبط العديد من القضايا الجنائية والمدنية وإحالتها إلى النيابة المختصة، بالإضافة إلى تنفيذ الكثير من المهام الأمنية المختلفة خلال العام الماضي 1444 هجرية. مديرية أمن يريم هي من المديريات الواسعة والكبيرة بين مديريات محافظة إب، فقد تم تنفيذ خلال العام المنصرم 1444 هجرية تنفيذ عدد 24 حكم صادر من المحكمة بمذكرات موجهة إلينا، وتم إرسال العناصر الأمنية لتنفيذ تلك الأحكام، ومنها 24 حكم، وأيضا ضبط مطلوبين بأوامر قهرية تنفيذية من النيابة الجزائية والنيابة الابتدائية في المديرية، وأيضا من المحاكم، وعددها 88 ضبط. كذلك ضبط مطلوبين بأوامر قهرية للمحكمة نفسها، وكان عدد ما تم ضبطه خلال العام 106 أشخاص. أيضا هنالك قضايا مدنية تم ضبط الأشخاص المطلوبين للمحكمة، أيضا ضبط مطلوبين ببرقيات وتعاميم من القيادة والسيطرة بوزارة الداخلية للمحافظة، والمحافظة تعكسها علينا ونقوم بضبطها، وكان عدد ما تم ضبطه 96. أيضا ضبط مطلوبين للمكاتب الحكومية التنفيذية. أيضا هنالك لدينا تأمين فعاليات ما يقارب 57 فعالية التي تم المشاركة فيها، وتم تأمينها التأمين الكامل. طبعا نحن وفقا للقانون والدستور ولمهام هيئة الشرطة نمارس المهام الوقائية والمهام الضبطية. بالنسبة للإجراءات الوقائية فهي تتمثل في الحد من الجريمة، واتخذنا الإجراءات الآتية: أولا الاجتماع بالعقال والأعيان والمشايخ وخطباء المساجد ومدراء المدارس والمكاتب التنفيذية من أجل التوعية للحد من الجريمة وخطر الجريمة بصفة وقائية، وإن شاء الله أيضا إلى جانب الدوريات وإلى جانب المنشورات وإلى جانب أخلاق رجل الشرطة الذي يكون قدوة، نصل إلى نسبة 80% من الحد من الجريمة قبل وقوعها. وفي الضبط نتحرك كفريق واحد متخصص لضبط أي جريمة يتم الإبلاغ عنها، وتتخذ الإجراءات بصورة احترافية وفنية بجانب الأدلة الجنائية وتحريز المكان وضبط المتهمين، وتنجز القضايا أولا بأول. ومن ضمن النجاحات التي حققها رجال الأمن في مديرية يريم كشف ملابسات قضية قتل غامضة وضبط المتهم بعد يومين من ارتكابها. الجريمة التي تلقينا النبأ عنها ببلاغ عملياتي من الأخ مسؤول القيادة والسيطرة في المديرية، الأخ النقيب أحمد تاج الدين، أن هناك بلاغ من عزلة خودان بأن أحد الأشخاص قد تعرض لإطلاق النار عليه، ونتج على إثر ذلك وفاة الشخص. وقد قمنا باتخاذ الإجراءات اللازمة من بداية من قيد البلاغ والتحري عن المكان، وقمنا بالتوجيه للأخوة في القسم البحث الجنائي بتجهيز الأدلة الجنائية. بالنسبة لقضية القتل التي حدثت في شعب الولي قرية القداري في خودان مؤخرا، كانت في وقت صلاة العشاء ليوم الثلاثاء الموافق 23/12/1444، حيث كان السائق المجني عليه عائدا من قرية القداري متجها إلى
اتجاه يريم بالطريق الرئيسية المؤدية إلى يريم أو إلى أحد القرى في المنطقة، لأني منطقة بعيدة جدا. وكان المتهم قد ترصده منذ زمن، وعندما شاهده عائدا شاهد أضواء السيارة، فنزل إلى تلك المنطقة ووضع الأحجار بغرض إعاقة السيارة عن التحرك. وعندما وصلت السيارة إلى المنطقة عرف السائق أن هناك خطر داهم، فحاول الفرار، ولكن الجاني تمكن من قنصه بإطلاق النار على رأسه طلقات أصابته في رأسه. وعندما توقفت السيارة عن الحركة تأكد بأنه قد قتل، فنزل إلى جواره وكرر إطلاق النار عليه عدة طلقات في بطنه وصدره وفخذه ورقبته حتى تأكد من وفاته، ثم فر هاربا. وكان قد ترك دليلا في مسرح الجريمة، وهو صندله والإتريك الذي من خلاله الكشاف اليدوي الذي من خلاله تعرفنا على شخصية المتهم وتم ملاحقته، وتبين لنا أنه قد هرب من القرية في الشعاب وهي منطقة نائية وبعيدة، فتم محاصرته وإعداد خطة. والحمد لله الأجهزة الأمنية يعني بفضل الرجال الذين تحركوا وبفضل الذين تابعوا تم ضبطه وأقر لدينا أمام الشهود وكذا بتفاصيل الجريمة، وأرسل يعني إلى السجن الاحتياطي تمهيدا لإرساله إلى النيابة. باشر رجال الأمن في يريم إجراءاتهم في القضية بعد تلقي البلاغ، وقاموا بتجهيز أطقم أمنية على متنها مجموعة من رجال الأمن والبحث الجنائي والأدلة الجنائية، والحصول على إذن وموافقة من النيابة المختصة، والانتقال إلى مكان الواقعة في قرية القدار بعزلة خودان. ورغم بعد المسافة وصعوبة المنطقة وتضاريسها الجبلية، إلا أن رجال الأمن أصروا على الانتقال إلى هناك والقيام بواجبهم، حيث باشروا عند وصولهم إلى المكان بجمع الأدلة واتخاذ الإجراءات القانونية في البحث والتحري، حتى تمكنوا من ضبط المتهم وكشف غموض وملابسات القضية. هو ترصده يعني عند عودته من منطقة الدميم، قرية الدميم، يعني بموجب مشاهدة الأضواء ترصد له في المكان هذا، وعنده حضوره يعني وصوله بسيارته قام بنفل البلوك أو الركاب اللي كانوا معه، وعند عودته يعني مباشرة قطع الطريق بوضع حجرة وقام مباشرة بإطلاق النار عليه من المسافة الذي احنا جالسين بها الآن. توينا على الصدحي مطلع وعسكري منزل، فخبرونا المتعاونين من قرية بني السالمي وبني سريع انه هو في الصدحي، واحنا يعني من حوله لا ما كوشنا عليه لا داخل الجربة ورماية ومقاومة، لا ما سلم البندق كما أنه شبك عليه ولا أنه قاتل، وتم قبضه وفوق الطريق. ورغم أن المتهم لاذ بالفرار وحاول المقاومة عند الوصول إليه في المكان الذي كان يختفي فيه، إلا أن رجال الأمن تمكنوا من ضبطه بتعاون المواطنين في المنطقة. خلى شهر ريح البلوك البريه ورجع فاضي، نفل البلوك واحدة، عرفت؟ طرحت له حجرة، تجاوز الحجرة من الجهة اليمنى، وخرج ما تجاوز الحجرة قلت أنا عيروا علي، طاخ قال فوق السكان طلقتي، نزلت له عند ظهر الباب ما عادش بيني أنا لامس، يعني هو راسه فوق السكان وأنا زدت أعطيتها الأخرى. وسيقوم رجال الأمن في يريم بتسليم المتهم وملف القضية إلى النيابة المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية، حيث كانت النيابة على اطلاع وإشراف مباشر على إجراءات رجال الأمن أثناء عملية الضبط، وأشادت بجهود رجال الأمن مأموري الضبط القضائي في ضبط المتهم وحتى تسليمه للنيابة المختصة. الأجهزة الأمنية حينما تقع الجريمة يتم إبلاغنا مباشرة، حتى لو كان في وقت متأخر من الليل، في أي وقت وقوعها، ونحن نوجه بالإجراءات القانونية التي ينبغي اتخاذها ونشرف عليها، ثم عند إحالتها إلى النيابة المختصة. النيابة المختصة بتقوم بالإجراءات، والعمل هو تكاملي. والأجهزة الأمنية بالنسبة لمدينة يريم يعتبرون نموذجا فيما يتعلق بالقيام بعملهم الأمني ويشكروا عليه، خصوصا القضايا الجسيمة، فيما يتعلق بالقضايا الجسيمة ومنها قضايا القتل العمد. هناك سرعة وإنجاز فيما يتعلق بضبط المتهمين واتخاذ الإجراءات
ونحن نشرف بشكل مباشر على هذه الإجراءات التي يقومون بها. لا يتوانى رجال الأمن عن القيام بواجبهم في ضبط المتهمين وتقديمهم للعدالة أينما وجدوا ومهما كانت صعوبة التضاريس، فهم الحراس الأمناء الذين تقع على عاتقهم مهمة الحفاظ على الأمن والسكينة العامة في طول وعرض الوطن. أخي المواطن، سرعة الإبلاغ عن الجريمة يسهل القبض على مرتكبيها ويقلل من نتائجها.